هل تتخيل إنك تكتب جملة فتتحول لصورة إبداعية أو لوجو احترافي في ثواني؟ النهاردة جايب لكم أداة جبارة اسمها أيدوجرام واللي حرفيًا بتغير مفهوم التصميم بالجملة، والتول دي باحسها مظلومة محدش بيتكلم عنها كتير، وأنت ممكن تستخدمها سواء مصمم أو صانع محتوى أو حتى بتفكر تبدأ مشروع فالفيديو ده هيكون ليك، يلا بينا. إيه الأخبار عاملين إيه؟ زي ما قُلت لكم النهارده هنتكلّم عن tool مهمة والtool دي اسمها أيدوجرام أوكي، فإحنا هنخش مع بعض ونشوف أيدوجرام وهنشوف مع بعض قوة الtool دي، حرفيًا الtool دي قوية جدًا أوكي، فيالّا بينا. إحنا هنا مثلًا دخلنا على أيدوجرام، أنت عادي هتسجّل بالGmail بتاعك ما فيش أي مشكلة خالص، وخلّيني برضه أبقى صريح معاك إن هي بتدّيك 12 credit أوكي، الfree مدّيك 12 credit أوكي، وفي الbasic والplus والpro وهي الصراحة الtool دي يستاهل إنه يدّفع فيها فلوس يعني، وهنشوف ده مع بعض. طيب النقطة التانية إن هي في المَرّة الواحدة طالما إحنا هنستخدم ركّز معايا هنا الmodel اللي هو ال3 اللي هو يعني آخر واحد وأحدث واحد، فهو في المَرّة الواحدة هيبقى هياخد في التوليدة الواحدة يعني إيه التوليدة دي؟ ماشي، هياخد في المَرّة الواحدة لمّا نعمل generate أوكي، هو بيطلّع لك 4 صور، فبياخد 4 credit في المَرّة الواحدة، لكن لو إحنا هنستخدم اللي هو True أوكي، True لو بصّيت هنا هو هيستخدم 2 credit في المَرّة الواحدة وبرضه هيطلّع لك 4 صور، فإحنا مثلًا خلّينا نستخدم اللي هو 3 أوكي، فهنستخدم عادي 3 ولمّا تخلص الcredit دي معاك عادي إن أنت تخش بmail تاني ما فيش أي مشكلة برضه عادي أوكي، فزي ما أنت كده شايف هنا يعني إحنا هنخش على الexplore ممكن برضه زي ما أنت كده شايف دي حاجات هي الtool دي عاملاها، حرفيًا الtool قوية جدًا، وممكن برضه هنا نخش على مثلًا logo تعالَ نشوف الlogo مع بعض أوكي، هي دي logos هي عاملاها حرفيًا logos رهيبة واقعية، وتحس إن في graphic designer هو اللي عاملها أوكي، فأدي ده logo مثلًا أوكي، يعني ده يدّيك انطباع إن مثلًا دي شركة عقارات. في لوجو هنا برضه ممكن نشوفه مع بعض أوكي، بلو برضه لوجو روعة وممتاز، وهنا برضه بيدّيك الأمر أو الprompt اللي هو اتعمل بيه برضه عشان يبقى زي reference ليك أوكي، طيب إحنا هنجرّبه مع بعض في كذا حاجة دلوقتي، وأول حاجة برضه هنجرّبه في موضوع اللوجوهات ده، فأنا مثلًا هنا الأوامر بتاعتي بس أوكي، فأنا مثلًا هنا هاطلب منه اللي هو يعمل لي لوجو بسيط، اللوجو ده لcoffee shop الcoffee shop ده اسمه مزاج أوكي، وهيعمل لي زي مزيج كده ما بين اللون البني والبيج أوكي، وشكل فنجان قهوة، على شكل فنجان قهوة. هنا دي public أوكي، دي زي ما قُلنا دي اللي فيها الاشتراكات وكده. هنا مثلًا الحجم، فإحنا مش مستاهلة، فإحنا ممكن ناخد برضه هنا مثلًا ماشي. أوكي، ممكن ناخد ال16 ل10 أو مش هتفرق يعني، أوكي، أنا كده أنا عايز أورّيكم هو بيكون شكل اللوجو إزاي، يعني أنا عايز أورّيك مدى الدقة بتاعة الtool دي، أوكي، فالمقاس مش هيفرق معانا في حاجة دلوقتي، أوكي، فمثلًا هنا برضه أنا مثلًا خلاص هاختار model اللي هو 3 أوكي، والstyle لو أنت في style معيّن أنت عايز يبقى reference ليه برضه ما فيش أي مشكلة. والcolor هو عشان هنا مثلًا هنقول هو ما بين البني والبيج فممكن ماشي أوكي، ممكن ناخد دي اللي هي الفريش وندوس هنا generate حرفيًا زي ما أنت كده هتشوف هنا هو هنستنى حاجة بسيطة هيطلّع لنا اللوجو بتاعنا زي ما هو واصل 51 93 وزي ما أنت كده شايف هنا هو عمل لي اللوجو وحرفيًا اللوجو روعة، رهيب وتقدر تستخدمه على طول ما فيش أي مشكلة، ممكن تعمل شوية تعديلات بسيطة عليه على فوتوشوب اللوجو بصراحة يستاهل، إحنا حتى أنا ممكن أعمل له هنا، أنت ممكن هنا بتعمل له داونلود أوكي، فهو برضه إحنا هنختاره اللي هو JPEG اللي هو ال70% quality لإن ال100% الPNG بيبقى في النسخة المدفوعة أوكي، فزي ما أنت كده شايف هو هنا عمل لي اللوجو بتاعي. طيب في النقطة التانية أنا عايز أستخدمه في إنه يعمل لي تصميم بوستر أوكي، فبس هنبُص من هنا، نمسح ده ونخش هنا أوكي على الword ونخش أنا طلبت منه إن هو يعمل لي هنا طلبت منه إن هو يعمل لي تصميم بوستر أوكي، لفيلم اسمه الهروب أو الهروب الأخير، والبطل لابس أسود وخلفية المدينة في الليل وتأثير سينمائي أوكي، طيب برضه ممكن هنا نختار اللون.
ثانية. برضه عايزين لون اسود، فندوس هنا جنريت. زي ما انت كده شايف هو هنا ابتدى يعمل لي البوستر بتاعي. زي ما انت كده شايف هو حرفيا عمل لي بوستر رهيب. اوكي، البوستر روعة، مفيش خلاف عليه. يعني انت كده كده هتجرب التول وتقول لنا رأيك. بصراحة برضو ممكن هنا انا اعمل له داونلود. اوكي، بوستر خرافي. تحس ان هو مثلا لو احنا عاملين مثلا دمج او في لايرات فوق بعض، فهو تحسه ظابطها كأنه جرافيك ديزاينر بالظبط. طيب، والنقطة التانية هنستخدمه في منشورات السوشيال ميديا. فانا برضو طلبت منه ان هو هطلب منه ان هو يعمل لي منشور سوشيال ميديا عن العزيمة والتحفيز. شاب واقف فوق الجبل وشروق شمس ونص مكتوب مثلا مفيش مستحيل. طيب، فانا اهو الامر بتاعي. اوكي، زي ما انتوا كده شايفين. ممكن برضو نغير الألوان. ممكن نحاول نختار ألوان مثلا فيها أصفر. أهو ماشي أوكي. وندوس هنا جنريت، وهو هنا بيكريت لي. أوكي، هو احنا غالبا خلاص كده احنا وصلنا للفري بلا ليميت. عشان طبعا زي ما قلت لكم هي في النسخة دي في الموديل اللي هو الثري بياخد 4 كريدت. اوكي، زي ما انت كده شايف بصراحة رهيب. nothing is impossible. اوكي، فلا التول زي ما انت كده شايف هي تول قوية جدا، وتول تقدر تستخدمها بشكل على طول، ما فيهاش اي مشكلة خالص. طيب، انا برضو انا عشان خلصت الكريدتس اللي عندي فانا هخش من ميل تاني. برضو ما فيهاش اي مشكلة الميل ده. اوكي، هو خلاص برضو فاضل لي فيه 4. فانا برضو هطلب هنا منه ان هو ده بقى هنعمله تصميم تيشيرتات وافكار براند. اوكي، برضو ان انا عايز تيشيرت عليه زي دراجون ستايل. اوكي، ويبقى يعني واخد اللي هو رسم كرتوني والوان احمر واسود. ندوس هنا مثلا وممكن خلاص ممكن نسيبها. اوكي، ممكن نسيبها كده. بس الكلر عايزينه اسود واحمر، فاحنا هندوس هنا جنريت. اوكي، وهو هنا بيعمل لي كرييت اللي انا طلبته منه. مفيهوش اي مشكله خالص. اوكي، وزي ما انت كده شايف هو هنا خلص. بصراحة أنا ممكن تستخدمه لو مثلا لطفل تحطه على التيشيرت بتاعك. مفيش أي مشكلة خالص، بصراحة رهيب. الطول دي زي ما قلت لكم هي طول رهيبة. أتمنى إنكم تستخدموها بشكل على طول. أوكي، والتسجيل فيها سهل. بس أهم حاجة برضو أنت ممكن أصلا تعمل بيها حاجات كتيرة، بس أنا عشان وقت الفيديو آه، حاولت أختار أوامر سهلة. فأنت ممكن أصلا تديها أوامر دقيقة، prompts دقيقة، إنها تطلع نتائج أدق طبعا، عشان وتقدر توصف مثلا اللوجو ستايل بشكل دقيق شوية عن اللي أنا كنت بعمله. أوكي، طيب، ما تنساش طبعا تدوس لايك لو عجبك الأداء وتشترك في القناة، وشاركني في الكومنتات إيه أول صورة أو لوجو نفسك تعمله. هسيب لك في الوصف لينك مباشر للموقع. وبس كده، سلام.